فوزي. أيها الإخوة، صاحب دعوة هذه الليلة بدأ ككاتب مسرحي من 98 وكناقد من سنوات. البداية كانت مع مسرحية إحنا العاقلين، أيضا له مجموعة من الأعمال الفنية القصصية، منها مظلوم وراضي والشعب يريد. آخر الأعمال المسرحية مسرحية رمزية بعنوان كوكب الحمير. معنا اليوم صاحب هذه الدعوة كما أشرنا هو الناقد المسرحي الأستاذ ماجد عبده. أهلا بيك معنا أستاذ ماجد، وكل سنة وأنت طيب ورمضان كريم. والسادة المستمعين بخير وسلام إن شاء الله. الميكروفون معك لكي تقدم المجموعة الجميلة اللي موجودة معانا النهاردة اللي حضرتك اخترتها. والحقيقة معانا برضو مفاجأة، يعني نجم احنا كلنا بنحبه طبعا، ومن سنوات طويلة وهو معانا بيعشق الإذاعة، وقدم من خلال الإذاعة أيضا أعمال يعني نقدر نقول يعني علفات طبعا عددها كبير جدا، لأن التاريخ بيقول كده. النهارده أنا الحمد لله تعاملت بالإذاعة من طفولتي من سنة 55، يعني تقريبا حاجة و50 سنة. عاصرت جهابذة الإذاعة والناس اللي أنشأوا فعلا الإذاعة، وتتلمذت على إيد كبار مذيعين، وخاصة الفضل الأول كان في الأول فعلا بالمناسبة لصوت العرب فعلا، لأن أول لقاء ليا كان على الهوا كان في إذاعة ماركوني، دي كانت استوديوهات أصغر من دي. قبل ما نكمل كلامنا بعتقد إن الجمهور عرف على طول النهارده مين معانا ومين ضيفنا اللي بينورنا. استاذ ماجد بقى، قول يا استاذ ماجد. فنان كبير، كلنا اتربينا على خفة دمه، على درجة عالية من ذوقه في قول النكتة الشعبية اللي احنا دايما الشعب المصري بنقول شعب ابن نكتة. انا اعتقد ان والنكتة تبقى بنت الفنان الكبير اللي حاضر معانا النهارده الفنان حمادة سلطان، والنكتة ما تبقاش نكتة الا بحمادة سلطان. طبعا هي بنته، النكتة بنته ده. انا عايز اضيف برضه استاذ ماجد كلمة، نحن أمة ضاحكة ضحوكة. الله. وربنا سبحانه وتعالى بيحب دايما البشاشة. حتى تلاحظ فيه حاجة غريبة جدا، ان البني ادم دايما يصاحب الانسان البشوش. صحيح. التاني بيعتبره معقد، هيشيله هم اكتر من اللي هو فيه. فدايما الناس تجري ورا الانسان البشوش، حتى في الازمات. حتى في الازمات. بمناسبة الشهر الكريم هنرجع للحديث المتفق عليه للرسول صلى الله عليه وسلم، تبسمك في وجه اخيك صدقه. طبعا هتضحك هتاخد صدقه. صحيح. انا باخد صدقات يعني حتى. طيب كمل تقديم ضيفك استاذ ماجد. ومعانا كمان الاستاذ محمود زيان. استاذ محمود زيان خبير في التنميه البشريه وقاص على فكره هو من اسكندريه. يعني طبعا القاص السكندري بيبقى ليه مذاق خاص، لان بيبقى ليه مصطلحات كده خاصه باسكندريه والبحر والالفاظ السكندريه الجميله. والاستاذ محمود زيان على فكره ليه 18 كتاب، واتشرف النهارده بان هو موجود معانا. غير مايوهات ولا ايه؟ ومعانا كمان الدكتور خالد البوهي. وعلى فكره الدكتور خالد البوهي هو يعني شاعر كبير وناقد اكبر منه شاعر، وكنت انا دايما حتى اقول له يعني لا انت تبطل الشعر وتخليك في النقد. لكن هو طبعا قامه كبيره وشاعر كبير وعضو اتحاد كتاب مصر. والدكتور خالد البوهي انا شخصيا بعتبره استاذي وليه الفضل عليا في حاجات كتير جدا انا بتعلم منه. الله يكرمك. اهلا بيك وكل سنه وانتم طيبين جميعا. ودايما كده نتقابل في المناسبات الجميله وان شاء الله، بس مش على حسابي كل مره. واضح ان انت اللي بتعزمهم كل مره يا استاذ ماجد. ايوه دي حقيقه. احنا عايزين دعوه على الفطار بقى، يعني السحور بقى خفيف. انت عارف الراجل اللي في مزنوق قوي على الفطار، فاستضافته مذيعه زي الاخت ماهر، فالراجل يا عيني خلاص على الاخر كان حر وبتاع، فبتقول له حب تسمع؟ يا لا احب اسمع مطفى الافطار.
على فكره انا عايز قبل بس ما نكمل اقول للاستاذ حماده ان في نكته انا سمعتها من يمكن 15 سنه علقه في ذهني منه لغايه دلوقتي. القنبله لما بتنزل على القهوه بتعمل بن. علقه في ذهني النكته دي من يمكن 15 سنه، ولذلك انا حاسس النهارده بسعاده غامره يعني. وتطورت دلوقتي بقت لو نزلت في اليمن تقول بن عشان اليمن فيها بن اصلا. يعني انا عارفه انك سعيد جدا طبعاً. النهارده انك يعني بتستضيف استاذ حماده سلطان، وطبعا يعني بقيه الضيوف الكرام، وتربطك بيهم صداقه قويه. صحيح. يعني عايزه اقول انه الصداقه مش سهل ان الانسان يكونها. صحيح. معرفش تختلفوا معايا ولا توافقوني؟ لا انا هضرب مثل بقت عمله نادره. يقول لك خد الصديق قبل الطريق. صحيح. في اثر يعني يؤكد كلام الاستاذ حماده سلطان مع اختلاف تعبير الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. كان بيسال عن احد الناس فاجابوا احدهم قال له ان هو يعرفه، قال له هل عملته بالدرهم والدينار؟ قال له لا. قال اذا فانت لا تعرف. لا ده في حديث عن الرسول عليه الصلاه والسلام كمان، يعني المرء على دين خليله. صحيح. يعني عرفت فلان عشرته ما عشرتوش والعرب بيقولوا مثل جميل قوي: الطبع من الطبع يسرق. الطبع من الطبع يسرق. لذلك مهم الانسان يختار وينتقي اصدقائه. هل الفن اللي جمعكم دكتور خالد يعني الفن طبعا له دور، مش هو اللي جمعنا لكن له ولا دور مشاعر ليه انسانيه او صفات متشابهه؟ لا الفن ليه دور طبعا في تجميع. يعني انت طبعا مش هتلاقي اتنين ماشيين مع بعض في صداقه وطيده الا لازم يكونوا لاقطين من بعض، يكون هواياتهم واحده، تكون في قواسم مشتركه ما بينهم، بيحبوا الفن او بيحبوا الادب، بيحبوا الشعر، بيحبوا، فمنطقي ان العلاقه هتتوطد ما بينهم، في حاجات مشتركه ما بينهم يتكلموا مع بعض فيها، ده هيقول قصيده. انما واحد مثلا ما بيحب الشعر وانت قاعد معاه انت غاوي شعر، كل ما شويه تقول شعر هتصدعه ويقول لك يا عم انا يزهق منك. انما ما يبقوا ناس يعني في العلاقات الانسانيه بتحتاج لقواسم مشتركه كي تستمر، انما مش لازم القواسم المشتركه تكون هي البدايه. يعني من الممكن تكون في صداقه، هذه الصداقه بدات انسانيه بحته لكنها تتوطد بالقواسم المشتركه. كل ما تزيد القواسم المشتركه كل ما، عشان كده لما بنقول الناس اللي هم التوائم او التوأمان، يعني عشان نبقى ادق في اللغه الفصحى، التوأمان ليه بيبقوا تحسهم شخصيه واحده او بيحسوا ببعض او حاجات زي الناس ما بتقول؟ لا، لان هم اتربوا مع بعض، الحاجات المشتركه ما بينهم كتير جدا، فتكاد تكون بتتجسد وتكاد تكون ان الشخصين دولت وكانهم شخص واحد، لان لاقطين من بعض كتير وكاتبين على بعض كتير. يعني بقول لك توأم روحي لما غنى وبعدين هو تلاقي الارواح ده مهم جدا. صحيح. يعني هو اصل دي برضو يعني دي سبحان الله، التلاقي الارواح ده مهم جدا. يعني انت ممكن دلوقتي تقعد تفكر في بني ادم وفجاه تقول ده انا لسه كنت بفكر فيك. ما هو صحيح. ارواح، الارواح جنود مجنده قدامك على طول. الارواح جنود مجنده. لكن انا قريت بحث على الموضوع ده اصلا كان بيتكلموا فيه، قال لك ان التفكير بعمق في الحاجه تتحقق لسبب واحد علميا. يعني هو قالوا يعني زي ما تكوني حضرتك بترمي حصوايه في ميه، الحصوايه دي بتعمل دواير، الدوائر دي تقعد تفرد لغايه ما تصطدم بحاجه. نفس القصه. هو لما يركز درجه التركيز اللي كان عملوها مسلسل زمان الحاسه السادسه، وقال لك في حاجه اسمها الحاسه السابعه، ان انت لما ترفعي درجه التفكير، التكوين الجسماني للانسان اصلا كيميائي، ففي تركيبه كيميائيه بتتركب تصدر اشعه، هذه الاشعه تمشي كده زي الموجات لغايه ما تصطدم الشخص. طب بمناسبه بقى الارواح، يعني عايزين نكته عن الارواح. ها؟ لا هو بمناسبه الارواح يعني نكته حلوه قوي ظريفه انا عاملها اليومين دول. بيقول لك واحد بيقول لبنته ايه؟ جالك عريس انما نقطه. قالت له ما اقدرش اسيب امي. قال لها خد امك معاك. يبقى كده العريس هتجيله نقطه. ايوه. بمناسبه استاذ حماده بقى كنت بتتكلم عن التركيبه الكيميائيه للفرد او للانسان. فمتهيألي كل واحد فينا ليه تركيبه كيميائيه زي ما بنقول، ممكن يتآلف مع انسان، ممكن ينفر من شخص ما حتى بدون بالمعادلات بدون سبب. يعني دايما الاستنتاجات يقول لك برهان ومش عارف ايه ومطلوب واثبات. يعني هدي لك نموذج صغير جدا بعد اذن الاساتذه، عمليه الخرز الزرقاء والفضه. ليه الناس هم واخدينها كعقيده لكن هي علميا صح. بمعنى ايه؟ هي صح؟ عشان بتجذب والله في اختلاف في المساله. لا يا ماما بتجذب النظر، حاجه ملفته. ربنا اسمه العالم والعليم،
وما اوتيتم من العلم الا قليلا. الخرزه الزرقاء مع الفضه كتركيبه كيميائيه بتصدر اشعه مضاده للايه؟ للنظره الحاقده. ما هو الحاقد ده ترجمته كيميائيا شيء مدمر، فدي بتصطدم بيها بتصدها لك. بيبقى فيه طاقه ايجابيه يعني. ما هو اشعه غير مرئيه، ودي اشعه، وانت كجسم كيميائي بياخدوا منك، انت كلنا اشعه. ولذلك في ناس يعني في ناس روحانيين يعالج بيسموها الفيبريشن اللي هو الاشعه بتاعته. انت قريت بقى ولا؟ لا ده انا كنت عضو قول لي بقى. انا كنت عضو في الجمعيه بتاعت العلم الفرعوني اللي كانوا بيعملوا بيعالجوا بالبندول والحاجات دي. لا هو انا اعرف، وانا عندي معلومه من خلال امي. استاذ ماجد عندي معلومه بقى من خلال امي واصحابها، انا احب اقعد مع امي واصحابها بقى ونسمع. عندي معلومه كده ان ايه الخرزه الزرقاء دي بتبقى ملفته للنظر، يعني لما يجي اي حد اول حاجه تقع عينه عليها الحاجه المبهره. يعني الخرزه الزرقاء بيبقى اللون الازرق لون مبهر كده، ولما تكون الخرزه الزرقاء دي كمان فيها نقوش، فاي حد اول حاجه تقع عينه عليها قبل ما يقع عينه عليكي يقع عينه على الخرزه. لا استاذ ماجد معلش، هي دي المعلومه بتاعت امي يعني. هو عموما استاذنا على راسي نقبل عشان من امك. وطبعا بكل الاحوال فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. وبعدين احنا لسه هو الدكتور الرخاوي يعني انا رايي زي راي بعض الناس اللي بيقولوا انه والله حته التفاؤل والتشاؤم والحسد طبعا الحسد ذكر في القران. لا بس هو الدكتور الرخاوي ربنا يديله الصحه اتكلم على حاجه زي كده، واعتبر ان الحسد مرض نفسي، وانه فعلا الكيمياء بتاعت الجسم بتكون متلخبطه، وهو كلام يعني قريب جدا من كلام الفنان محمد. انا كنت في الجمعيات دي اصلا، كنت عضو مشترك فيها وحضرت جلسات في الحاجات دي كلها. استاذ حماده سلطان، حضرتك لما اتكلمت عن التركيبه الكيميائيه او الطاقه الايجابيه بالنسبه للانسان، عايزه اسالك عن اللي زي ما بنقول الابتسام او الضحك او التفاؤل، الانسان البشوش فعلا بيخرج منه او تخرج منه طاقه ايجابيه، ويمكن حضرتك اكتر واحد تشعر بهذه المساله، مظبوط؟ هو ثبت علميا ان الضحك بيرفع جهاز المناعه 40% بدون علاج بدون ادويه 40%. تمام. فتخيلي بقى الموضوع تضحكي ليه؟ انا عامل بحث على الموضوع على فكره. أيوة. لان الضحك اصلا نوع من الدفاع عن النفس. يعني انت لو مهمومه اضحكي. ولذلك هقول لك على معلومتين خطيرين جدا. عندك في بيرمنجهام في انجلترا دكتور اسمه هنري، انجليزي، قطعه البرمجان بالذات دي، واحكي لك حاجه حصلت معايا تموت من الضحك. هذا الرجل بيعالج في المصحه عنده الضحك. حصل قصه بقى، انا كنت ماشي مره عند مسرح البالون، فلقيت اسره فلسطينيه وقفوا قعدوا يبوسوا فيا وفرحانين بيا وبتاع، والراجل راح معيط. ابو العيال بقول له يا عم انت بالعيال بتضحك بتعيط ليه؟ وانا يعني شكلي خدك. قال لي بعيط عشان كان نفسي اشوفك، انا اتعالجت بنكتك. لا والله. والله اللي هو انت التطبيق اللي كلامك. قلت له ليه؟ قال لي انا جاتني حاله اكتئاب نفسي لدرجه الانتحار، فقالوا له روح تتعالج نفسيا عند الدكتور فلان الفلاني. في دكتوره اسمها ناتابول امريكيه بتعالج بالخداع النفسي اللي هو يحل مطرح المخدرات. ده جاهل بيدمر نفسه صحيا. فالست دي كانت بتعالج بالايه؟ الخداع النفسي اسمه. برضه عندها مصحه في امريكا. فالعمليه يا اخوانا كلها عمليه ايه؟ كلها علوم، بس المهم تستثمر صح. يعني اسالوا اهل الذكر ان كنتم تعلمون. ما جيبش انا واحد مش عارف ايه وبتاع ويعالجني غلط وبعدين يقول انا دكتور نفسي وهو يطلع على دكتور نفسي ولا له علاقه بالطب اصلا. وحتى في الاسلام وبشر المؤمنين ان المسلم لا ينبغي عليه ان يكون متشائما وان يتطير، وان كل ما حاجه تحصل يقول لا ده النهارده مش عارف يوم وحش ويوم نحس. ولذلك الحديث الاخر تفاءلوا، ده حديث نبوي، تفاءلوا بالخير النتيجه ايه؟ تجدوه. فاحنا برضه يعني إيليا ابو ماضي بيقول دكتور خالد البوهي كشاعر بقى. لا إيليا ابو ماضي بيقول كلنا نماذج تبعث على التفاؤل. لا اصل إيليا ابو ماضي لا إيليا كان شاعر التفاؤل. إيليا بمناسبه ان احنا على السحور يعني إيليا كان شاعر التفاؤل يعني. وعلى رايي يعني اذكر الدكتور شوقي ضيف رحمه الله قال يعني ان كان إيليا ابو ماضي يتميز بالتفاؤل، ولم يكن تفاؤله من تفاؤل البل، ولكنه جمع أبلة، ولكنه كان تفاؤل يعني فلسفة. فهو الراجل شوف ما يقول قال السماء كئيبة وتجهما، قلت ابتسم يكفي التجهم. السماء